كل الناس بلا استثناء جه في دماغها السؤال ده: مين آخر واحد هيفضل عايش على كوكب الأرض قبل يوم القيامة؟ هيجي اليوم اللي هتنتهي فيه كل حاجة. اليوم ده هو يوم النفخ في الصور. النفخة دي لما تحصل أهل السماء والأرض هيصعقوا في لحظتها، وفي آخر الزمان الناس هتسيب الكعبة وهترجع لعبادة الأصنام تاني، وهتتهدم الكعبة الشريفة على إيد واحد اسمه ذو سويقتين. اسمه كده علشان ساقه رفيعة جدا ومتباعدة عن بعضها، وهترجع المدينة المنورة خالية تماما من الناس، وهيخرب المسجد النبوي لحد ما تسكنه الأسود والطيور، وهيدخلوا المسجد النبوي في آخر الزمان ومش هيكون فيه أي حد. وربنا جعل إفراغ المدينة من وجود أي إنسان فيها علامة من علامات اقتراب يوم القيامة ووصول آخر الزمان، لحد ما يجي 2 راعيين غنم بيدوروا على أكل الأغنام بتاعتهم، وهيلاقوا المدينة خالية تماما من البشر، مش موجود فيها إلا الأسود والطيور بس، وهتكون نهايتهم فيها، وهيكون الاتنين دول هم آخر الناس. وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى يقبض أرواحهم هيقبض أرواح الباقيين، وآخر اللي هيموتوا هو ملك الموت، وهينفرد ربنا سبحانه وتعالى الحي القيوم. في ناس كتير للأسف ما تعرفش اللي أنا قلته ده، فحاول تنشره على قد ما تقدر. افتكر دايما الدال على الخير كفاعله، وتابعني عشان تشوف الجزء التاني اللي هكلمك فيه بالتفصيل عن أحداث يوم القيامة.